سيرة فخر لصوت آلاء دجعيد الشاعر فيصل بن عوض الجعيد. إعداد ومتابعة رئيس اللجنة الإعلامية المنظمة للحفل الإعلامي فهد بن محمد الجعيد. تقديم بكر بن حسن. نشأته: ولد صوت آلاء دجعيد الشاعر فيصل بن عوض الجعيد في محافظة الطائف بتاريخ 15 من شهر شعبان من عام 1415 للهجرة، حيث نشأ في كنف والده الشيخ عوض بن مطر الجعيد يرحمه الله، والذي تعلم منه واستفاد من خبراته وتوجيهاته في الحياة، فكان منبع عطاء متجدد يستقي من علمه حتى وافته المنية رحمه الله، مما زاد في إصرار صوت آلاء دجعيد الشاعر فيصل بن عوض الجعيد للعلو والرقي والسير على نهج والده في الكرم والجود والصفات الكريمة والقيم النبيلة، فلا غرابة بأن يحظى بهذه المكانة. يا ابوي أنا ماسك دروبك وللحين، وانهج على دربك وعد الطويلة، والثبت في قولي كلام المساكين شافوا ضيوفي كل يوم وليلة، ثم قالوا من فيصل رصيده ملايين، ويذبح المنجاله ومن يعتني له، هم ما دروا بالنلحق الدين بالدين لجل النعم واكسب فعول وجميله. أنا رباني حر نصل السلاطين على الكرم والعز والمستحيله. فهو حفيد لشيخ خامس المعاقلة من قبيلة الإجعدة الشيخ بصيص بن عويض بن سدحان الجعيد. مسيرة الشاعر فيصل بن عوض الجعيد مع شعر النظم. بدأ الشاعر فيصل بن عوض الجعيد مسيرته مع شعر النظم في سن مبكرة، وكتب الشعر منذ نعومة أظفاره، وكان عمره لم يتجاوز 14. أتذكر بأن أخي فيصل عوض الجعيد الملقب بصوت آلاء دجعيد طلب مني أن أكلم الوالد رحمة الله عليه رحمة واسعة بأن يحضر في الحفلات الشعرية، وكان ذلك بعد مرحلة الثانوية العامة، وقد انتقل إلى الساحة الشعرية في 20 من عمره. امتاز شعره بالجزالة وجمال المفردة وروعة التركيب، وسلك طريقه نحو القمة منافسا شعراء النظم، حتى دون اسمه مع كبار شعراء النظم، فأبدع إبداعا يفوق الخيال، وتغنى بقصائده كبار المنشدين في الخليج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشرف معلم وخير من تكلم. إن الشاعر فيصل بن عوض الجعيد صوت آلاء دجعيد من الشباب والشعراء المنشدين الذين نفتخر به بين القبائل، والذي له نشاط في فعاليات واحتفالات القبيلة والقبائل الأخرى، ونتمنى له التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيرة صوت آلاء دجعيد المنشد فيصل بن عوض الجعيد مع الإنشاد. بدأ صوت آلاء دجعيد المنشد فيصل بن عوض الجعيد مسيرته الإنشادية في عام 1435 للهجرة، ذلك الصوت الشجي العذب الذي لامس القلوب والمشاعر، وكون له قاعدة جماهيرية أحبت هذا الصوت وتطرب لسماعه، حتى أطلق عليه لقب صوت آلاء دجعيد، فكان نعم الاسم ونعم المسمى. وقد تغنى صوت آلاء دجعيد المنشد فيصل بن عوض بقصائد كبار شعراء النظم في المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. إنما المرء بأصغريه، وأصغراه قلبه ولسانه، إن نطق ببيان، وإن قاتل بجنان. وهذا ينطبق على أحد الرموز القادمة لقبيلة الجعدة، القبيلة العصماء السامية بين القبائل. صوت آلاء دجعيد فيصل بن عوض الجعيد، فهو ناطق بالشعر ومقاتل شجاع،
وأحد الأبطال البواسل في ميادين الشرف والعزة والكرامة والرجولة، الذين دافعوا عن حياض الوطن وحماية حدوده، وسطروا مآثر رجوله وملاحم بطوله. فيصل بن عوض شهادتي فيه نابعة من معرفة به، يمناه تمد ما تهاب، مرتكز للمواقف، رجل نخوة وكرم وموقف، شاب طموح للمشاريف، شاب سبق سنه. فبمناسبة زفافه نزف له أجمل التهاني والتبريكات، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. هذا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبرز المحافل التي شارك فيها صوت آلات جعيد فيصل بن عوض في مجال الشعر والإنشاد: مهرجان الكيف بحفر الباطن، وذلك في عام 1437 للهجرة. حفل اللواء السادس على شرف سعادة اللواء إبراهيم عسيري. حفل قبيلة عتيبة لتكريم سعادة العقيد منيف بن مطر الغبيوي. حفل جمعية البر الخيرية بشقصان. حفل سعادة العميد مشعل بن صنيدح الجعيد. حفل تكريم سعادة العقيد عبد الله بن فهد السهلي للشيخ بداح السهلي. حفل قوة الواجب 62 المشاركة بالحد الجنوبي بجازان على شرف قائد القوة. حفل الزواج الجماعي لخامس ذوي محسن من قبيلة ربيع. حفل الزواج الجماعي الأول لخامس المظافرة من قبيلة الجعدة. حفل الزواج الجماعي لقبيلة الثرمان من عتيبة. حفل المعايدة الأول لخامس مساعدة من قبيلة الجعدة. حفل الزواج الجماعي لذوي ناشي من خامس الزواير من قبيلة الجعدة. حفل زواج المهندس رعد بن تركي بن ثلاب الجعيد، وتكريم المهندس راكان بن تركي الجعيد. المنشد فيصل بن عوض الجعيد الملقب بصوت آلات جعيد من المنشدين المتميزين دائما في عالم الإنشاد. والحقيقة فيصل قبل أن يكون منشدا فهو شاعر، وقد اطلعت على قصائده ووجدت فيها من الجزالة والإبداع. يسرني أن أتقدم له بالتهنئة الخالصة بمناسبة زواجه، وأقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أحب أهني وأبارك لأخوي الغالي الشاعر فيصل الجعيد صوت آلات جعيد على زواجه، وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وبعوض ألف مبروك، والله يتمم لك بخير ويرزقك الذرية الصالحة. أخوك ماجد القصير. أبرز المنشدين الذين تغنوا بقصائد الشاعر فيصل بن عوض الجعيد: المنشد نايف بن هلال الجعيد، المنشد فهد آل عكروم، المنشد شبل الدواسر، المنشد مشاري الحارثي. صوت الفخامة المنشد مشهور بن هلال الجعيد، المنشد صافي بن هلال الذويبي، المنشد نواف بن فهد الجعيد. أحب أبارك لأخوي فيصل بمناسبة زواجه، وأقول الله يوفقك يا أبو عوض ويتمم لك على خير ويجعله بيت الصيب والنصيب. بعيدا عن الشعر والإنشاد، فيصل أخوي ورفيق دربي وصاحبي. تعاملت مع فيصل في أكثر من عمل بما يخص الشعر والإنشاد، وكان لي الشرف في التعامل مع أبو عوض. فيصل شاعر جزل ولا ينتقل إلا بأبيات الجزلة، وشرف كبير كبير لي التعامل مع أبو عوض. تحياتي. كان ما خليت حق الشايب يطوح عقاله من طناخة كل بيت يسمعه والنار حيه. والله ان عوض بخون وضعفناني من عياله، ان فهمتها طناخه ولا حتى عن جهيه، ان فهمتها طناخه ولا حتى عن جهيه. اترك اللي من عرف طير من بدا السنه، لكن من فيلم ورخ ولا احد يجحده، واترك اللي ما
أبرز الشعراء الذين تغنى بقصائدهم صوت آلات جعيد المنشد فيصل بن عوض: الشاعر حزام بن منير الجعيد، الشاعر فواز المساعد، الشاعر ماجد العضياني، الشاعر عيد بن جابر الجعيد، الشاعر منصور بن ستر الجعيد، الشاعر منصور العضياني، الشاعر عبد الله بن سرور الجعيد، الشاعر عبد الكريم الطيار، الشاعر مشاري الصواط. جانب من أعمال صوت آلات جعيد الشاعر فيصل بن عوض في مجال الشعر. تفكر في البشر خصا في الأيام الأخيرة، هل أحد مثلي ناظر يا بشر هذا البلية صارت أشياء خطيرة، فعلا أشياء خطيرة، وكان قلت لهم خطيرة قالوا أشياء عادية، الحياء معدوم والغيرة ما عاد أشوف غيره، يا بشر وش هالسواه اخشوا من إله البرية، هالشو من ربنا فطره إلهية، والمرجلة والنعم صعبة مباديها صعبة على من نشا في بارد الفيه، والشجرة تموت لا من ما ساقي. والله إني في مواقف الخوي ولا العشيرة حاضر بحالي ومالي، دامت إن الروح حية شيخة الأفعال تبقى طول الأيام المدية، وشيخة الأموال ما تبطي كما عمر الزقارة، أصرفتني وتعبتني مهرة عصوى عنيدة ميرنا راسي عنيد وله بهي الرضايا، ربعي لي منهم نخوني يامرون وكل الصعايب لأجلهم ياهو. قال يا فيصل تقدم ورحب بالضيوف، قلت تامرني يا عمي وتبشر بس عد مرحبا من حد الأجرار لا حد الهفوف من حدود أعمال الشارقة وابعد بعد. ابتدى صمخ المثايل على سطر الكتاب، وابتدى سبك المعاني وحبك المفردة، مرحبا عداد ملاح برق في سحاب، مرحبا كن سحاب اللي يرسم برعده. فيصل يجمل واحد جاه نخاه، واللي نخا فيصل يعرف وش نيته، واللي ما جمل صاحبه لا من دعاه مقعاده احسن له بجنبه وخيته. نحن وشعر ما جملني لجاله واقف عند القبيله واخوياي، احتزم بي للثنادي في لزومك وكل الله، دونك بحالي ومالي احتزم بي الحصاني، ابك هذا عمي اخو ابوي وانا فدوة له، والله هل تدفن عظامي ما تغيب لا دعاني. وبعد ما وصلني من هالالوافي عزام ربعت وزهمت اللي يشوش جماهيره، ولا غير نايف الصامله المقدام ما دام الراس حي ما دوره الغيره. الخوي في سلمنا يا عريبين الجدود، لا دعانا في لزومه نجيله من حدي، احتزم يا مرضي القرم يا نسل الفهود، والله هل تبشر بشعري وتبشر بسعدي. من نصاني نخاني عيبنا أرده، لو بغى عيون فيصل جاته عيونه، عقب اللي مضريها على الصد لا نخاها العرب كفة تليفونه. أحب أن أبارك لأخوي الشاعر فيصل بن عوض الجعيد بمناسبة زواجه، وبالرفاه والبنين يا أبو عوض والله يوفقك. وصراحة الشاعر فيصل من الرجال اللي جملون في أي موقف، وأتمنى لك حياة سعيدة وبالتوفيق يا أبو عوض. أخوك المنشد حشان آل النجار. جانب من أعمال صوت آلات جعيد المنشد فيصل بن عوض في مجال الإنشاد. طمعتي ما تنكتب في ورثة الأيتام، طمعتي ليت الخلايق كلها تفهمني، يوم أشمر واسقي الضامي وصدري ضامي، ليال الشتاء مع بردها تستثير جروح، وفيها السهر بيطال والنوم ما جاني، يلي تجر الصوت والحونك خفاف خففنا عنها والمعاني رزينه، طلع من برقها للميقاف والافعال، يوم كل ينعرف باسمه وطيب افعاله، امنياتي في حياتي معك زادت في عنايا، لو بكتب لك وصاتي قلت قلبي يا هوايا، غني يا فيصل على لحن شعاني، واضرب المحفل ولك جزر المعاني، لا
صايبك وتبه لتبحر الغلا طايف وتقري عليه. وفي الختام نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صوت آلات جعيد الشاعر فيصل بن عوض بمناسبة زواجه، ونسأل الله عز وجل أن يجعله زواجا مباركا لهذه القامة الشعرية والإنشادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.